انسى بنتك خلاص. مش هيخلوك تشوفها الا لما تكبر ويبقى عندها 15 سنه. العيله دي اللي ممشيها نسوانها، يعني كل ما هتحاول تقرب من بنتك هيوقعوك في مصيبه ولا جديده. حتى بعد 15 سنة. انسى فعلا، انسى. القانون، القانون بيحرمك من عيالك للأبد. انت خلاص عيالك راحوا منك. مجرد ما مراتك بتتطلق، القانون بيديها عيالك ملكية خاصة وعامة وكل حاجة. انت ليك انك تشوفهم بس بالرؤية. ده لو قبلت انك تروح الرؤية 3 ساعات كل اسبوع. ده لو جات ال3 ساعات. ده لو جات كل اسبوع. وبعد 15 سنة ابنك وبنتك اللي طول عمرهم بيتقال لهم ابوكوا ده فيه وفيه 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 وفيه، رماكوا في الشارع، عمل فيكوا، عمل فيكوا، ما بيصرفش عليكوا، ما بيأكلكوش، ما بيجيبلكوش هدوم، ما بيشربكوش، ما يجيبلكوش حاجة حلوة، ما يجيبلكوش كل اللي نفسكوا فيه. شوفوا، كل الناس، كل الأولاد اللي زيكوا عندهم بابا وماما، أبوهم بيحبوهم، بس انت أبوك ما بيحبكش، أبوك رماك، وهو لا رمى ولا نيلة. فبعد 15 سنة، بعد ما يصبر 15 سنة، يقول خلاص ابني بنتي هيجوا في حضني. كانوا يقولوا لا استنى عندك يا عم، ده احنا هنسأل العيال. تروحوا مع بابا الوحش الشرير اللي رميكوا في الشارع، ولا تروحوا مع ماما الملاك ابو اللي بجناحات، الملاك اللي شايلاكوا في حضنها طول العمر، اللي ربطكوا، اللي بتقولكوا بابا وحش وانا حلوة. اختاروا مين؟ انسى، انسى.